الماوس ده عامل ضجة بسبب سعره. ده ماوس دوين فيجر اس اي 4. جوه العلبة الماوس وقاعدة الشحن، وهتلاقي كمان الكيبل وبيكون تايب سي. اول حاجة لفتت نظري ان هو خفيف جدا، وزنه 58 جرام، ومسكته مريحة في الايد. ولما جربته في الالعاب ما حسيتش باي تأخير او تقطيع، وده لان ناس كتير بتخاف من الماوسات الوايرلس. والميزة اللي عجبتني بجد ان هو فيه بطاريتين قابلة للازالة، واحدة هتلاقيها متركبة جاهزة جوه الماوس، والتانية موجودة في قاعدة الشحن. والماوس ما فيهوش الدونجل اليو اس بي اللي احنا متعودين عليه، لا، قاعدة الشحن نفسها مدموج جواها الدونجل. يعني لما اجي اوصلها بالجهاز بتشغل لي الماوس وفي نفس الوقت بتشحن لي البطارية. والماوس بيشتغل بثلاث طرق، يا اما عن طريق تشغله بالسلك، او عن طريق قاعدة الشحن عن طريق الوايرلس، او تشغله عن طريق البلوتوث. وبيتغير ما بين طرق التشغيل عن طريق الزرار اللي في ظهر الماوس. اما الزرار اللي جنبه بيتحكم في سرعة مؤشر حركة الماوس، وعندك على الجنب زرارين تقدر تخصصهم زي ما انت عايز. تخيل بقى كل ده بكام؟ موجود على متجر نون السعودية ب 80 ريال، اللي هم حوالي 1000 جنيه. ولو عجبك الماوس هيطلع جيف اواي ليكوا، والتفاصيل في اول تعليق.